أنا مش جاية أقولك كلام دين. أنا جاية أحكيلك عن ليلة كنت فيها على الأرض. قلبي وجعني، الدموع بتنزل من غير صوت. قلت في الليلة دي يا رب طبطب عليا. واللي حصل بعديها كان أكبر من الطبطبة. كانت معجزة بدأت ب100 مرة من جملة بسيطة، وهي الصلاة الإبراهيمية. النهاردة أحكي قصة حقيقية عن صديقتي سارة. قصة حصلت كلها بتفاصيلها قدامي. اسمها سارة، بنت زي أي بنت بتحلم تشتغل تحب وتكافح. لكن الدنيا كان ليها رأي تاني. في سنة واحدة فسخت خطوبتها بعد خيانة. والدتها دخلت المستشفى، فقدت شغفها بعد 3 سنين تعب. وكل ده جه ورا بعض زي طلقات في قلبها. كانت بتبص للسقف كل ليلة وتسأل: ليه يا رب؟ هو أنا وحشة؟ بس مفيش رد ولا حتى علامة. سارة بدأت تبعد عن الصلاة والصحاب، حتى عن نفسها. قالت: ربنا سايبني وأنا كمان هبعد عن أي حاجة في الدنيا. كانت بتضحك من بره، بس بتنهار من جواها. مفيش حد كان فاهم وجعها، لحد ما في يوم جالها بانيك أتاك في نص الليل. قلبها بينبض جامد، نفسها مقطوع، بتعيط وهي بتقول أنا هموت، حد يلحقني. وبعديها بدأت رحلة جديدة تماما من غير حتى ما تقصد. جت مامتها وقالت لها: أنا مش هقولك حل سحري، بس هقولك على سر. قالت لها: سر إيه؟ أنا مش قادرة أقوم من على السرير أصلا. قالت لها: جربي تقولي الصلاة الإبراهيمية 100 مرة كل يوم من قلبك. سارة بصت لها وسكتت. أول يوم قالتها وهي نايمة فعلا. قالت الصلاة الإبراهيمية كاملة 5 مرات بدموع، 10 مرات برعشة في جسمها. المرة اللي بعديها 50 مرة وكان فيها هدوء غريب. بعد كده 100 مرة قلبها بدأ يدق بالنور. مرت 3 أيام. سارة بدأت تحس بحاجة جديدة. قامت اتوضت لأول مرة من أسبوع، فتحت المصحف وقرت سطرين وبكت. والنهاردة وهي بتقول الصلاة الإبراهيمية حست إن في طاقة بتنزل على قلبها. كل يوم كانت بتكتب في نوتة صغيرة: النهاردة حسيت بالرحمة، النهاردة نمت من غير دواء، النهاردة حد عرض عليا شغل مفاجأة. بعد 15 يوم من الذكر جالها تليفون. شركة قدمت عليها من 4 شهور، قبلوها. والدتها بدأت تتحسن الحمد لله. صاحبتها قالت لها: وشك منور يا سارة، ما كنتش كده من زمان. كانت بتضحك وهي بتقول: عارفة، أنا بقيت بصلي الصلاة الإبراهيمية في كل لحظة، حتى وأنا ماشية في الشارع. سارة بدأت تحس إنها إنسانة جديدة. بس عارفين المعجزة الحقيقية في إيه؟ إنها قربت من ربنا، وحست بالحب لأول مرة من سنين. الصلاة الإبراهيمية مش بس ذكر، ده باب رحمة، وباب رزق، باب شفاء. سارة مش حالة نادرة، انت كمان ممكن تكون في نفس المكان. ويمكن الكلمة دي توصلك النهاردة، أكيد مش صدفة. خد دقيقة، جرب، وابدأ من دلوقتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما تنساش
المعجزات مش دايما بتحصل فجأة، أوقات كتير بتبدأ ب100 مرة ذكر ونية صافية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتب لي في التعليقات هتبدأ امتى الصلاة الإبراهيمية، وتشير الفيديو مع ناس بتحبهم ومحتاجين فعلا يسمعوا الكلام ده.